السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. اليوم إن شاء الله غنحضر معكم حلوى سهلة وبسيطة اللي هي كيكز الماكينة أو الحلوى ديال الماكينة التقليدية، معروفة عندنا في الشمال، ما كتخطاش حتى دار. ما نطولش عليكم، تقلوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما كتشوفوا عندي هنا طاسة أو زلافة البيض، ونفس الطاسة كنعبر بها السكر سنيدة والزيت، كيس من خميرة الحلويات وكيس من الفاني، حامضة أو ليمونة محكوكة، وجوج معلقة الزنجلان اختياريين، والدقيق الكافي تقريبا كيلو الا ربع. على بركة الله غنبدا بالبيض هو الأول. المهم هاد الزلافة هادي اللي عبرت بها ما كبيراش بزاف، هزت لي كما كتشوفوا 4 البيضات، وكاينه اللي كتهز 5 وحتى 6 البيضات. وكما قلت لكم نفس الزلافه غنعملوا بها عبار واحد او قياس واحد. غنزيد السكر وقبيصه الملحه والفاني، وغنخلط غير بيدي مزيان حتى كيذوبوا الحبيبات السكر وكيتخلطوا مع البيض مزيان. غنبقى مستمره كنخلط مزيان حتى كيتبدل اللون ديال البيض. صافي، وغنضيف الزيت وغنبقى نخلط مزيان كما كتشوفوا حتى غينسجموا المكونات مع بعضهم. ودابا غنحك الحامضه ولا الليمونه في الحكاكه رقيقه. والصراحه كيكز الماكينه ضروري من الحامض، كيتقنو وكيعطيه واحد النكهه غزاله. غنزيد شويه الزنجلان، طبعا انا قلت لكم اختياري، اللي بغا ما يعملوش. وصافي غنبدا نضيف الدقيق شويه من مورا شويه. وغنضيف الخميره، ودابا غنخلط بيدي، وكل مره كنزيد الطحين شويه بشويه. المهم كيكز الماكينه ما خصهاش تجي العجينه ديالو قاصحه، خصها تكون مرخوفه شويه. وسبحان الله هاد كيكس عنده ذكريات الطفوله، كنا كنتسابقوا نديوه الفران في ايام العيد والعواشر، وما كان كيخطا حتى شي دار، واخا كنعملوا اشكال متنوعه ولكن كيبقى هو الاساس. بالنسبه لهاد كيكز الماكينه، كاين اللي كيعمل له المزهر وشويه النعناع وحبه حلاوه، حتى هكذا كيجي مزيون. غير انا عملته بالطريقه التقليديه المعروفه. من بعد ما كملت الكميه الطحين اللي عندي، صافي جمعت العجينه، وهذا هو القوام ديالها كما كتشوفوا. ودابا غنعمل العجينه في الماكينه، وصافي غنبدا خرج دي بسكوي بحال هكذا طوالين. وبالنسبه للماكينه راه كاينين موجودين كيتباعوا في المحلات، كاينين حتى البلاستيك خفافين ساهلين حتى هما موجودين، وكاين الحديد. بالنسبه لهذا البسكوي هذا ملي كتكونوا تخرجوه، حاولوا تمشيو على قياس واحد، اما عبروا بالصبعين ديالكم، واما ملي تخرجوهم وتعملوهم في اللاطه ديال الفرن ولا في الصينيه تقطعوا بالموس، وتحاولوا تمشيو على قياس واحد اللي جاكم ساهل. بدلت البوق وغنعمل هادو على شكل دوائر او دميلجات.
صافي كنخرج العجينه، كنلويها في يدي، طريقه سهله ومعروفه، وكنجبد شويه باش يجي رقيق حيت غيطيب وغيتنفخ. من بعد ما كملت الحلوى صافي كما كتشوفوا دهنت واحد اللاطه ولا الصينيه الفرن، دهنتها بشويه الزيت وصافي، وعاد عملت فيها الحلوى. دابا غندخلها للفرن يكون سخون، وغنقص من درجه الحراره ونخليها طيب على خاطرها، غير هي نردو معاها البال، ما كتاخدش وقت طويل، دغيا كطيب. وهذا هو كيكز الماكينه كما كتشوفوا، كيجي محمر وغزال، والصراحه لذيذ وسهل، ما فيهش شي مقادير كثيره. كيعجبنا ندوزو به كويز القهوه ولا اتاي في العشيه، وكيعجب حتى الوليدات ويقدروا يديوه معاهم حتى المدرسه. نتمنى وصفة اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وكالعاده الى عجبتكم لا فيديو ضغطوا على زر الاعجاب وبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء. ملتقانا في وصفة قادمة باذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.